السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم جميعا ولمن أتوا متأخرين والمتقدمين. طبعا معرفكم بالنسبة لي أنا محمد شعبان، كاتب مقامات، والمقامة عبارة عن حكاية ليها بطل وليها راوي. الراوي بتاع اسمه علي سالم العريان الشهير بأبو القمصان، والبطل اسمه أحمد المراد. وإن شاء الله كده مقامة كثيرة عشان الوقت، وكلها كانت بعنوان المقامات التكتوكية. ومن المقامات التكتوكية المقامة العزومية. المقامة العزومية. حدثنا علي سالم العريان الشهير بأبو القمصان قال: اتصل بي أحد الأصدقاء منذ شهر، وكان ممن اكتسب لهم الدهر. كان عامل بناء فأصبح من الأغنياء، وعلى رأي المثل: يا ناس يا عسل، ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب. ويقول مثل آخر: الحظ لما يواتي يخلي الأعمى ساعاتي، والمكسح عجلاتي، والأطرش مجنواتي. والحق أقول أن الرجل لطيف معقول، فلم تبطله النعمة الجديدة ولم يطلق امرأته حميدة. عزمني ودعاني، وكانت عزومة ما تحصلش تاني، على فرح ابنه عمار على بنت الحاج مختار. وكان الفرح على النيل حيث الهواء العليل. وفي الطريق إلى الفندق شاهدت بعض الفقراء وهم يبحثون عن لقمة عيش بلهفة وارتباك في هذا المقلب أو ذاك. فشعرت ببعض الهموم، ووجدت الفندق 7 نجوم. فدخلت قاعة فسيحة ذات كراسي مريحة، لا كالتي ببيتي كسيحة. ثم جلست فاستمعت إلى بعض الأنغام، وبعدها جاء وقت الطعام. فتوقفت الموسيقى فقلت ليه؟ فقالوا: اتفضلوا يا البوفيه. وكان البوفيه مفتوح ورائحة الطعام تفوح. فرأيت خيرا لما قعدوا فيه مائدة طويلة كصمات الحجيج، فاندفع الحاضرون إليها بضجيج. ولك عزيزي المستمع وصفا للمائدة بالتفصيل والله الوكيل. رأيت وكأنني في الحلم لا في العلم، عليها الديوك الرومي تناديك، وبجوارها الكباب والكفتة والبفتيك، ومن مأكولات البحار السي فود والجمبري والكافيار والاستاكوزا والكافيار، والسمك بالطماطم والمخلل بالزيتون عشان يفتح نفس الزبون، والسلطات على كل شكل وذوق، بل وعليها انواع لم يخلو في خبرها لا بالنظر ولا بالسمع. وكنوع من الاتيكيت التزمت التضييق على نفسي المفتوحه قدر الامكان، مع اني والله كنت ساعتها جوعان. وعجبت من هذا الاسراف، وهممت بالانصراف مودعا والى بيتي راجعا، وكأن حالي سالي يقول: العروسه للعريس والجري للمتاعيس. ودعوت ربي يا نعمه دومي دومي وهاتي معاكي كل يوم ديك رومي، والعاقبه تدخل بالمصرف يا حبايبي.